اهلا بالمبدعين، معاكم هبه من 33 لون. دلوقتي هبدا اولى خطوات تجهيز البلانر. الفيديو اللي فات وريتكم ان هستخدم السنه دي. البلانر دي كانت عندي من السنه اللي فاتت، انا هضيف عليها بس شويه تعديلات، هي مش مؤرخه، بس بعض الحاجات زي مثلا ييرلي كالندر دي انا هغيرها لانها طبعا مش مكتوب فيها حتى ايام الاسبوع ايه ولا لحد فين، فهي كلها يعني مش مظبوطه، فانا هغيرها بالحاجه اللي انا بستخدمها اللي هي الفيوتشر لوج. طبعا دي كميه الحاجات اللي انا عايزه اضيفها، وحتى لو جبت اي بانر جاهزه لازم اضيف الحاجه اللي تفيد استخدامي انا وتنفعني. فطبعا الاول حاجه خالص شفت الكالندر بيبدأ كل شهر بيبدأ من عند فين وبينتهي من عند فين واليوم اللي بيبدأ بيه و30 يوم ولا 31 يوم وهكذا. ده قبل ما ابدا عمليه الطباعه، لان انا هستخدم الاختام زي كل سنه عشان اعمل الصفحه دي. هوريكم دلوقتي ازاي. هجهز الاحبار بتاعتي والورق. المره دي انا هعمل على ورق ملون، مش هعمله على ورق ابيض، وهقطعها بعد كده والزقها في الاجنده. وهستخدم طبعا الكالندر. هنا كل واحد بيبقى مكتوب بيخلص عند فين، 31 ولا 30، بيبدأ من عند مثلا يوم 1 في الشهر، ده هيبقى يوم حد، يوم 2 وهكذا. انا ببقى مظبطه من خلال الكالندر اللي انا جمعتها هنا، وهبدأ اطبق ده بقى عملي على الكالندر بتاعت الستامب. انا دايما هنا ببقى حاطه ورقه عشان لو جه حبر بره ولا حاجه ما يبهدليش الباد بتاعت الستامب. ابتدي اثبت. من خلال ما جمعت وشفت الكالندر 2024 عرفت ان عندي 3 شهور بيبدأوا من يوم الاثنين، وبالتالي الختم اللي رقم 1 فيه بيبدأ من تاني يوم في الاسبوع، اكرره 3 مرات. انا افتكرت حاجه دلوقتي، ان انا عايزه اخلي ان كل 3 شهور واخدين لون معين، عشان بعد كل 3 شهور افتكر اعمل مراجعه. فانا هاخد اول شهر اللي هو بيبدأ من يوم الاثنين، شهر يناير، وفبراير بادئ من يوم الخميس، ومارس بادئ من يوم الجمعة. طبعا انا هسيب مساحة عشان لسه هحط فوق الختم بتاع ايام الاسبوع. مهم ان احنا نحبر كويس عشان ما نعيدش عليه الختم كذا مرة. تمام كده. هبدأ احط ال3 شهور اللي بعدهم، ابريل ومايو ويونيو. طبعا مش هعمل نفس الاختام لان طبعا كل شهر بيبتدي بتاريخ معين. انا عندي بس اللي هيبتدي من يوم الاثنين برضو مقرر تاني، اللي هو هيكون شهر ابريل. بعد كده هغير الباقي. طبعا كالعاده دايما كنت اول ما اتعلم الكرافت وكل النصايح اللي بقولها لكم، لما يكون في حبر زياده لازم يتشال عشان ما يعملش حاجات على حواف الورق. انا غيرت النتيجه الارقام تاني طبعا بمناسب للشهور. المره دي بعمل من اول يوليو لحد سبتمبر. برضو وانا قافله الكاميرا غيرت النتيجه. المره دي بعمل النتيجه من اكتوبر لحد ديسمبر. انا لاحظت طبعا ان انا مش ظابطه اتجاه الستامب، فهنظبطه تاني. دلوقتي بالنسبه لايام الاسبوع، طبعا احنا بنمشي حد 2 3 عشان في مع الستام برضو من اول يوم الاثنين، وكلها هتبقى ثابته لان انا ظبطت من الاول التاريخ، فكله هيبقى ثابت من البدايه. هاخد حبر بنفسجي طبعا. في الاخر بقى انا هبدا اقص كل حاجه بما يناسب حجم البلانر بتاعي. طبعا ما بين كل مره ومره، يعني زي ما علمتكم قبل كده، لازم نمسح مكان اللون اللي احنا استخدمناه، وقبل ما نشيل الاختام برضو لازم نمسح مكانها ونظبط برضو الايام تاني على خط مستقيم. طبعا في الاخر بقى انا هبدا اقص كل حاجه بما يناسب حجم البلانر بتاعي. طبعا ما بين كل مره ومره، يعني زي ما علمتكم قبل كده، لازم نمسح مكان اللون اللي احنا استخدمناه، وقبل ما نشيل الاختام برضو الايام تاني على خط مستقيم.
الزيادات تتشال الاول. انا قصيت كل الورق، هبدأ بقى اجهز الورق اللي هلزق عليه النتيجة دي بمساحة البلانر نفسها. هقيس كده الورق بتاعي. هنا مش محتاجة تريمر ولا حاجة، انا كل اللي انا هعمله بالمقص لان انا الورق منقط بالفعل. قبل ما ابتدي الزق بقى اي حاجة هجمعهم مع بعض. الخطوة دي مهمة بالنسبة لي عشان هعمل حاجة كأنها ورقة بيتفتح جوه ورقة. هوريكم قصدي ايه دلوقتي. هنسيب مسافة صغيرة عشان الورق يعرف يتفتح. بعد كده هحط وش تيب، كبره شوية عشان هيلف من الناحية التانية، وابتدي اضغط كويس جدا جدا واقلب. ده هيبقى عامل كأنه مفصل للورقتين بحيث اقدر افتحهم واقفلهم عادي. خدوا وقتكم في كل حاجة وانتوا بتعملوها، وواحدة واحدة لما تتظبط مفيش مشكلة. دي حاجة دي طول السنة، وكمان دي حاجة ممتعة جدا. فخدوا وقتكم بشويش جدا وخلوا كل حاجة يبقى شكلها حلو ومتقن عشان ما تجوش في الاخر حاجة تتقطع او حاجة ما تبقاش شكلها حلو وتيجي تضايقكم بعد كده وما تستخدموش البلانر. بشويش جدا. وبالأداة بتاعت السكورينج او بايديكم او قلم مش مشكلة، نبتدي نعملها كده كأننا بنتني ورقة جوه بعضها عشان تسهل عملية الفتح بتاعتها. هنا حطيت البورد عشان هستخدم الجلو ومش عايزة ابهدل المفرش بتاع المكتب بتاعي. نبتدي بقى نلزق وناخد بالنا واحنا بنلزق النتيجة ان احنا بادئين من شهر ايه، عشان كده انا كنت مقسماهم بالالوان. نقطة كمان، لما بقولكوا خدوا وقتكم يعني فعلا تاخدوا وقتكم بجد، مش تلزقوا الحاجة وخلاص. يعني انا هنا عاملة كام؟ عندي 12 شهر، وانا شايفة ان الصفحة دي كفاية جدا انها هتكفيلي مقسومة على الاتنين، يعني هتاخد 6 هنا و6 هنا. قبل كده في البلانر التانية كنت اسمها كل واحدة واخدة لوحدها صفحة لوحدها، يعني كل شهرين واخدين صفحة مع بعض. بس انا شايفة ان ده هيبقى مثالي وكفاية جدا. دلوقتي هستخدم ختم اثناء الشهور عشان احط اسم كل شهر تحت النتيجة بتاعته. بعد كده هبدأ اجهز بقى الورق اللي انا عملته عشان الزقه في البلانر. انا صفحة التقويم دي قلت مش عايزاها، فانا هحط فيها الحاجة اللي بستخدمها بالفعل، فهحط الصفحتين دول بحيث تبقى ايه واحدة مفصل للتانية، واقدر افتح النتيجة وقت ما انا عايزة حتى وانا قافلة صفحة البلانر التانية. همشي بس بسكورينج تول عليها بحيث ان انا اقدر افرد الجرو تحت الورق ويكون متساوي، ميبقاش في حاجة مكلكعة ويبقى كله متساوي. وكده نهيتها، اشوفكم المرة الجاية مع صفحة جديدة.